راشحين عنه الاسماء لحد الان، وسوف يعني تشتغل هذه اللجنه بعد بعد حصول على الاعمال اللي راح تقترحها مختلف المؤسسات الاعلاميه. اذا مسابقه نجمه الاعلام تعنى بالتكنولوجيات الحديثه والاعلام والاتصال، وكذلك الاقتصاد الرقمي والرقمنه. في السنه الماضيه تناولنا موضوع التحول الرقمي، ولكن de la transformation digitale à la numérisation, le jury cette année a préféré donc la thématique qui est la numérisation. On ne parle plus de transformation digitale, mais on parle de numérisation. شكرا رمضان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصحة فطوركم. أود في البداية أن أتقدم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك بأحر التهاني وأطيب الأماني للأسرة الإعلامية الجزائرية والكافة الشعب الجزائري والأمة المسلمة، راجين المولى عز وجل أن يتقبل منكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. يشرفني أن أقدم لكم محاولة نسي. لماذا محاولة؟ موضوع جديد، ذكاء اصطناعي وفي نفس الوقت ثقافة خطير، وخاصة نعم بهذه التطورات الأخيرة، هذا الابتكار الجديد في إطار الرقمنة والإعلام والاتصال والعلم بصفة عامة. De cette modernisation, comment s'assurer de la validité des contenus? Cette nouvelle technologie, elle ne vient pas du néant, du hasard, elle est le fruit d'un contexte et d'une évolution dans tous les domaines. هذه هي يعني رجعها فرق sur l'exclusivité. C'est la première donc maquette qui va être diffusée après العيد ان شاء الله. donc المسابقه ارتأينا انها تكون الانطلاقه تاعها بعد العيد ان شاء الله.